كل واحد ما بيصليش يراجع نفسه كويس جدا جدا جدا. يعني الصلاة بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، بين المرء والكفر ترك الصلاة. تسيب الصلاة أصبحت كارثة. وبعدين الصلاة بتاخد منك قد إيه؟ هي بتعمل حاجة احنا مش عارفينها. واحد بيقول لي يعني انت ما تقعد تطلع وتنزل ومش عارف ايه، بتتريق كده ربنا يرضى عنك؟ قلت له هجاوبك، انت راجل متعلم. المناقشه دي حصلت، التليفون ده بضغط يطلع لك فلان، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. قلت له برافو عليك انك مش دارس. جايز لو جبت واحد يقول لك بيحصل كذا كذا، انما انت جاهل ما تعرفش التليفون ده بيرد عليا ازاي. وانا برضو جاهل، لما دي بتلمس الارض ما اعرفش بيحصل ايه، لاني ما اقدرش اقول لك ايه اللي بيحصل لما الجبهه دي تلمس الارض. يعني انت اذا كان هو ربنا اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، يبقى في حاجه. الصلاه فيها حاجه، مش مهم نقعد نفسرها. ما تقوليش دي حركات جسم رياضه، لا مش موافق. ما تقوليش انها حاجه